السلام عليكم أزف اللون، إن شاء الله تكونوا كامل بخير. وصفتنا اليوم اللي هي الصابلي التقليدي نتاعي، اللي ما نقدرش نبدل هذه الوصفة لأنها راه عندي ناجحة بزاف وتعطيني كمية كبيرة، ولهذا بهذه العجينة هذه نشكل بزاف أشكال بهذه العجينة هذه. تبعوا معنا لا فيديو حتى التالي باش تفهموا بالتفاصيل الفيديو حتى التالي. ربي يحفظكم. يلا مع بعض باش نبداو مع الوصفة نتاعنا. هنا ندخلوا للوصفه نتاعنا اللي هي تبدا بالمارغرين. 500 غرام تاع المارغرين، وعندي 2 مغارف نتاع السكر غلاس. انا المقادير هنايا تعطينا كاس تاع السكر تاع السكر غلاس ناقص واحد 7 ولا 7، لكن انايا نقص السكر دائما هاني ندير 2 مغارف نتاع السكر غلاس. راني هنايا اعطيتكم الاختيار، انا نقص السكر. من بعد نزيد رشه تاع الملح، ونزيد مغرف نتاع لافاني، ونزيد 2 حبات تاع البيض كاملين، و2 حبات تاع البيض صفر بيض عفوا، و2 صفر البيض، يعني ندير 2 صفر البيض و2 حبات كاملين تاع البيض. وهنايا نخلط. هنايا عندنا المرحله الاولى اللي باش تنجح لنا العجينه التخلاط، يعني نخلطوا مليح مليح مليح. هذه ركزوا لي عليها، نخلطوا مليح بغا بالباتر ولا بيدينا. شوفوا هنايا راني نقول لكم باللي لازم الخليط تاعنا هذيك المقادير كامل درتها مع بعض، ما درتش حتى حاجه وحدها، ولا درت كلش مع بعض، لكن تخلاط كان مليح مليح. هنا حتى ولا رطب واللون تاعه تبدل. ومن بعد نجيبو نضيفوا لها الفارينه دخلت لي كيلو تاع الفارينه، بقى لي منها هذاك الكيلو واحد 4 مغارف ولا مامبا. ودرت علبه تاع الخميره تاع الحلويات اللي هي ب10 غرام. وهنايا خلط غير بالاصابع تاعي، وساعفت العجينه تاعي نخلط 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 غير بالاصابع تاعي حتى عطاتني هذاك القوام، جات خفيفه وجات رطبه. هنا نخليوها تريح. انا كنت ما خليتهاش تريح بالحق، ليه درتها حليتها. وهنايا كما قلت لكم على الفارينه اللي حطيتها، انا هنا باش نحلها بلا فارينه كما راكم تشوفوا كي ورقتها، يعني كي حليت العجينه درتها حليتها غير على هذاك السيليكون والبلاستيك، ما درتش الفارينه من التحت. هذه غير باش نقول لكم. هنا العجينه عطاتني خير وبركه كما قلت لكم، وعطاتني 3. انا درت 3 تاع الاشكال، تحبوا ديروا 3 ولا 4 ولا تنوعوا. حليت الصابلي تاعي وتقبت الصابلي تاعي في وسط الصيني تاعي هنايا باش ما يعوجلناش هذاك الحبات تاع الصابلي هنايا. ودرته يطيب طبعا. هنايا عندي شويه تاع كونفيتير هنا للتزيين. انا درت الكونفيتير ودرت واحد المغرف صغيره نتاع الجليكوز، وحطيته فوق النار غير دفا شويه هكذا، وحطيته في هذاك البوشادوي تاع البلاستيك هنا للتزيين. هنا عندي واحد درت شويه تاع الشوكولا، شوكولا نوار هذيك، درت واحد 200 غرام هكذاك، ودوبتها على بوماغي، درت الماء من تحت ودرت الكاسرونه من فوق تاع الشوكولا. ومن بعد جبت هذاك الكاس تاع لاتاي كما راكم تشوفوا اللي فيه الحليب بارد عادي. درت الحليب وراني نخلط، ما تخافوهاش، يعني نخلطوا 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 حتى تعطينا هذا علاش درت الحليب هنايا؟ درتها باش تخفف لي هذيك الشيكولا للكلاصاج تاع هذاك الكاطو الصابلي اللي درته طويل بالطول، اللي درتو بالرشمه الطويله، يعني تحبوا ديروه بالكوفري تحبوا ديروه بالكاوكاو. انا شوفوا راني درت كاس تاع الحليب، ومازال راني نزيد درت ربع كاس واحد اخر تاع لاتاي هذوك الحليب بارد. ونخلطوا نخلطوا باش تجينا هذيك الخليط تاع الشوكولا خفيف. شوفوا هذاك اللون تاع الشوكولا اللي جانا شباب يبري. وهذاك الكونفيتير اللي بالجليكوز انا خليته على جنب هكذا، وجدته والكاوكاو نتاعي. شوفوا هنايا راني بديت بالصابلي عادي كما قلت لكم. انايا الوصفه عندي تقليديه وشابه بنينه بزاف بزاف، الصابلي اللي ما نقدش نتخلى عليه. هنايا درتها بالكاوكاو. كل مره كيفاش تحبوا ديروا له خطوط تاع الشوكولا ولا تديروا له اي حاجه، ولا انا درتها بالكاوكاو هنايا. كنت حمصته وخليته. شوفوا درت غير شويه كونفيتير في الوسط، رغم راني منقصه السكر في الصابلي كما شفتوا في الوصفه. وهنايا وفي الوسط دوك ندير هذاك الجليكوز مع هذاك الكونفيتير اللي درتها على النار. هنا درت لصقته بالكونفيتير عادي، يعني من الباطا نتاعه، لكن في الوسط دوك تشوفوا دوك نزيد شويه ديكور. ومن بعد نوليو تاع الشوكولا تاع الشوكولا تاني كما قلت لكم. درت 3 تاع الانواع
ما شاء الله، غير بعجينه وحده. هنا هذا كنت مسمياتو انا تاع الكوفريط. انا راه عندي اكثر من 30 سنه ندير هذه الوصفه، هذا الطويل هذا نديرو بالكوفريط. لكن المره هذه باش نقص الحلاوه تاع الكوفريط درتو تانيك درتو في الحق بشويه تاع الكركاع وشويه تاع الكاوكاو، خلطتهم يعني حمصتهم وخلطتهم. هنا الصابلي تاعي عاود رجعت له. شوفوا راني زدت له من الفوق هذاك الكونفيتور والجليكوز باش ينشف لنا، يجي يابس من تما، ما يجيش ما يبقالناش طري. والاخر هاني لصقتها بالكونفيتير كما راكم تشوفوا هنايا. كامل نقصت، عفوا لصقتهم حتى هذاك الكاري هذاك درتو غير بالكونفيتير. هنايا وليت للشوكولا كانت دافيه ندير بالحبه وندير في هذاك الكاوكاو. جا روعه روعه هذا الكاطو، ما تخيلتهاش يخرج لي هكذا. هذا موافا نديرو بالكوفريط. انايا كما قلت لكم المره هذه باش نقص شويه حلاوه درتو بشويه تاع الكركاع والكاوكاو، جا واحد البنه خياليه. هنايا درت هذاك الكاري هذاك كنت بكري نديرو انايا تاع يقولوا ساندو، كنت نديرو بالكريمه في الوسط. هذا العام نحيت له هذيك الكريمه ودرت غير شويه تاع الكونفيتير نقصت باش عفوا باش لصقت يعني حبه مع حبه. كما قلت لكم نحيت هذوك الكريمات ونحيت هذا هو الصابلي تاعنا كما راكم تشوفوا فيه، خرج شباب بزاف. وهذا داك المربع نتاعنا اللي انا كنت مسميته ساندو. شوفوا درت له هذوك الخطوط تاع الشوكولا، جا شباب بزاف هشيش وشباب. وهذا راكم تشوفوا فيه خرج يهب البنه شابه بالكاوكاو وشويه تاع الكركاع. هنا كملتهم ودرت شويه ديكور غير باش نصور لكم، اما الاخر مازال في سني. والسلام عليكم، وتبعوا الفيديو حتى التالي، ونتلاقاو في فرصه واحده اخرى.